أرفعيني يا أمي. في إحدى القرى الصغيرة في شمال إيطاليا، كان الشتاء قاسياً والبرد يزحف حتى إلى القلوب. في بيت متواضع من الطوب الأحمر، كانت الأم أنطونيا تجلس بجوار سرير ابنها ماركو، الذي أنهكه المرض وأفقده شهيته تماماً. مرت أيام وهو يرفض الطعام، وجهه شاحب ونظراته ضائعة. حاول الأطباء وجربت الأم كل شيء: الحساء، الخبز، الحلوى، لكن لا شيء يغري ماركو بالأكل. كانت تشعر بأن جسده الصغير بدأ يستسلم. وفي إحدى الليالي جلست أنطونيا تبكي بصمت في المطبخ، ثم لمحت على الرف بعض المكونات التي أحبها ماركو من قبل: القهوة، الكاكاو، البسكويت، والجبن الكريمي. همست لنفسها: ربما لو مزجتها بشكل مختلف، شيء ينعش قلبه قبل معدته. بدأت تجهز طبقات بسيطة، تغمس البسكويت في القهوة، تضع فوقه خليطاً كريمياً من الجبن والسكر، ثم ترش فوقه الكاكاو بنعومة كأنها تنثر الحب. وقفت أمام الطبق وابتسمت لأول مرة منذ أيام. دخلت إلى غرفة ماركو وهمست له: جرب هذا، صنعته لأجلك، اسمه تيراميسو، يعني ارفعني. نظر الطفل إليها، تردد، ثم أخذ لقمة وابتسم. ومنذ تلك اللحظة بدأت صحته تتحسن، وبدأت القرية تتحدث عن الحلوى التي أعادت الحياة لطفل صغير. وانتشر اسم تيراميسو في إيطاليا، ثم في العالم كله، ليس فقط لأنها لذيذة، بل لأنها ولدت من قلب أم كانت تبحث عن طريقة لترفع ابنها من الحافة.